الفريق ديالو اتفقوا باش يعلنوا رسميا على انتقال ديال هذا المدافع اللي السومه السوقيه ديالو من بين، ماشي من بين، غتكون هي الاكبر في الدوري المغربي، مدافع دولي اللي غيجي الوداد. وكيف قلنا لو 23 ديسمبر غيكون الاعلان الرسمي بين الوداد والفريق ديالو. الوداد هاد الاسبوع فصافي فيناليزاو مع واحد المهاجم اللي غيكون حتى هو كنظن بدايه هذا الاسبوع صافي سيناو الامور، باقي ليه ماتش، غيلعب ماتش هاد الويكاند مع الفريق ديالو، ومن بعد كنظن لاندي ولا ماغدي غيسينيو لي كونطرا ديالو. هو صافي صافي قادوا معاه كلشي وقادوا معاه من اللاعبين اللي عليهم العين ولا اللي كتهضر عليهم بزاف الفراقي، ولاعب اللي منتظر غيكون في كوب دي موند، ان تري بون جوور. وكاين لاعب اخر اللي باقيين كيناقشوا معاه، مهاجم في مستوى كبير حتى هو. ثلاثه ديال اللاعبين، واحد سينا لو 23، واحد صافي هاد الاثنين ولا الثلاث غيسيني، وواحد اخر كيقادوا معاه باش يجي باش يقضي الغرض. الوغ الار سي، هضرتي على نتحداكم الوداد وديك الهضره الخاويه، ها هي الار سي عندك، ها الار سي اخويا، هي حقق فيها مزيان. زميلي علاء يتمنى باش يشوف على خاطره ويكبرها مزيان، ها انت شوف على خاطرك، ها هو يتمنى الزين داك الشيء. ها هي الار سي باش تبقاوش كثروا معك الهضره بزاف، ما تسخفنا، ما تحدانا، ما نتحداوك، سير في حالك، ها هنينا صافي، ها انت تابع ويناتك، يلا وسير دير البحث ديالك وشوف داك الشيء اللي بغيتي. هذا الشيء اللي كاين بالنسبه لفريق الوداد البيضاوي. كيف قلنا ثلاثه لاعبين، واحد سينا لو 23، واحد بدايه هذا الاسبوع، والثالث غيكون تا هو جاي. كنظن واحد من اغلى الصفقات اللي غادي تكون في الدوري الاحترافي. غتقول لي وراه كاين زياش فوق من زياش. هذا الشيء اللي كاين بالنسبه لفريق الوداد البيضاوي، مع الكونسونطراسيون اللي غادي تكون ابارتير دو 4 في قطر، والماتش اللي يلاه لعبوا اليوم مع مكناس. هذا الشيء اللي كاين. داكور خويا وليد الركراكي خصو ما يديرش العاطفه ويدخل اللاعبين اللي مهمين في المنتخب اللي يقدروا يهزوا هاد ليكيب. كنظن